السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم مدار الأخبار. عرفت القناة سقطة غير مسبوقة بسبب هجوم الذباب الإلكتروني الجزائري، ولهذا نرجو منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وإضافة تعليقاتنا الخالدة: الله الوطن الملك، الصحراء مغربية. في صباح يوم الاثنين نفذت القوات المسلحة الملكية المغربية ضربة استباقية حاسمة ضد عناصر مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو التي حاولت التسلل عبر الحدود الجنوبية الشرقية للمملكة قادمة من الأراضي الموريتانية. العملية التي أشرفت عليها طائرات مسيرة مغربية مزودة بتقنيات رصد متقدمة أسفرت عن تدمير 3 مركبات عسكرية تابعة للبوليساريو والقضاء على جميع من كانوا على متنها. وتمكنت المسيرات المغربية من رصد تحركات هذه العناصر عبر 3 محاولات متوازية، مما مكنها من توجيه ضربات دقيقة أسفرت عن تدمير المركبات وتفريق جثث المهاجمين في المناطق العازلة. وتأتي هذه العملية في وقت حيث كانت عناصر البوليساريو تستعد لتنفيذ هجمات عدائية ضد القوات المغربية في المنطقة، مؤكدة بذلك رسالة واضحة: السيادة المغربية محمية جوا وبرا، وأي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار ستواجه برد حاسم وقوي. وتعكس هذه العملية قدرة القوات المسلحة الملكية المغربية على تنفيذ عمليات دقيقة وفعالة باستخدام تقنيات متقدمة، ما يعكس تطورا ملحوظا في قدراتها العسكرية ويؤكد التزام المملكة بالحفاظ على أمنها واستقرارها الوطني. نشرت الجريدة الجزائرية الجزائر تايمز مقالا بعنوان: المغرب يرسل 100 طن من المواد الغذائية والأدوية عاجلة لفائدة ساكنة غزة. وجاء في نص المقال: أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأنه تجسيدا للدعم الدائم والتضامن الملموس لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس مع الشعب الفلسطيني الشقيق، أصدر جلالته تعليمات سامية بإرسال مساعدات إنسانية إضافية لفائدة ساكنة غزة. وأوضح البلاغ أن هذه المساعدات تشمل حوالي 100 طن من المواد الغذائية والأدوية الموجهة بصفة خاصة للفئات الهشة، لا سيما منها الأطفال والرضع. وأردفت الجريدة الجزائرية الجزائر تايمز في مقالها: قد حرص جلالة الملك رئيس لجنة القدس أن ترسل هذه المساعدات الإنسانية كسابقتها جوا عبر الطائرات، وأن تصل بشكل عاجل ومباشر للمستفيدين منها من بين أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. وخلص البلاغ إلى أن هذه الالتفات الملكية الكريمة تعكس انشغال جلالة الملك بالوضع الإنساني الدقيق الذي تعيشه ساكنة غزة، وانخراط جلالته الراسخ في التخفيف من معاناتها. نشرت الجريدة الجزائرية الجزائر تايمز مقالا بعنوان: تنامي النفوذ المغربي وفق مشروع شامل في الساحل مقابل تراجع الدور الجزائري. وجاء في نص المقال: سلطت مجلة جون أفريكا الفرنسية الضوء على انحصار النفوذ الجزائري في منطقة الساحل الإفريقي مقابل نجاح المغرب في توسيع حضوره في المنطقة بفضل حرصه على تمتين علاقاته مع حكوماتها وإقامة جسور التواصل مع شعوبها وتركيزها على الدخول في شراكات على أساس المنافع الاقتصادية المتبادل. فيما تقيم المبادرة الأطلسية التي أطلقتها المملكة بهدف تسهيل ولوج هذه البلدان إلى الممر المائي الحيوي، الدليل على التزام المغرب بعمقه الإفريقي. وزادت الجريدة الجزائرية الجزائر تايمز: كما تطرقت الصحيفة إلى تصدع العلاقات بين مالي والجزائر بعد إلغاء باماكو في أواخر 2023 اتفاق السلام الهش الذي رعته الحكومة الجزائرية بهدف وقف الصراع بين الجيش المالي والانفصاليين الطوارق بسبب ما اعتبرته السلطات المالية تدخلا في الشؤون الداخلية إثر استقبال مسؤولين جزائريين وفدا من المتمردين والتباحث معهم دون إشراك المجلس العسكري الحاكم. وتابع نفس المصدر أن تراجع النفوذ الجزائري في الساحل يتجسد في انتكاستين واضحتين: الأولى انسحاب مالي من اتفاق السلام المبرم في عام 2015 بين أطراف الصراع، والثانية رفض سلطات النيجر في أكتوبر تشرين الأول 2023 مقترح الجزائر بانتقال سياسي مدني بعد الانقلاب العسكري. وأضافت الجريدة أن تراجع النفوذ الجزائري في المنطقة فتح الباب أمام لاعبين إقليميين ودوليين آخرين للتأثير على المشهد، ومن أبرزهم المغرب. وكشفت أن الرباط تظهر كمستفيد أساسي من الفراغ الذي خلقه التراجع الجزائري، لافتة إلى أن المملكة تتحرك وفق مشروع شامل للنفوذ يجمع بين الجوانب الاقتصادية والدينية والأمنية، وتعتمد على رؤية طويلة المدى. وتطرقت الجريدة إلى ما أسمته الاستراتيجية الأطلسية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى
ربط دول الساحل غير الساحلية بالمحيط، وهو هدف طموح قد يكون في مرحلة الإعلانات أكثر من التنفيذ، لكنه يتمتع بوزن جيوسياسي. وزاد نفس المصدر أن المغرب يلعب دورا متزايد الأهمية في الساحل الإفريقي، مستفيدا من موقعه الجغرافي كنقطة وصل بين إفريقيا وأوروبا، ويسعى إلى تعزيز نفوذه من خلال مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين الدبلوماسية والمبادرات التنموية والروابط الروحية والثقافية. كما تولي المملكة أهمية قصوى للتعاون الأمني مع دول المنطقة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تشكل خطرا على استقرار المنطقة. كما يتبادل المغرب المعلومات الاستخباراتية مع بلدان الساحل، ويقدم التدريب العسكري لقواتها المسلحة بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة الجماعات المتطرفة. وختمت الجريدة الجزائرية مقالها: لا يقتصر دور المغرب على الجانب العسكري، بل يتبنى مقاربة شاملة تتضمن مكافحة التطرف من خلال الوقاية والتعليم والتنمية، بالإضافة إلى تنظيم الحرب. السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم مدار الأخبار. نشرت الجريدة الجزائرية الجزائر تايمز مقالا بعنوان: العاهل المغربي محمد السادس يمد يده لحكام الجزائر من أجل حوار أخوي صريح. وجاء في نص المقال: أعلن العاهل المغربي محمد السادس استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع جارتها الجزائر حول القضايا العالقة بينهما. جاء ذلك في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى 26 لتوليها الحكم الذي يصادف 30 يوليو تموز سنويا. وقال ملك المغرب إنه يحرص دوما على مد اليد للأشقاء في الجزائر، وأعرب عن استعداد بلاده لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. وزادت الجريدة الجزائرية الجزائر تايمز وأكد أن الشعب الجزائري شعب شقيق تجمعه بالشعب المغربي علاقة إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطه مع عناصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك. وتابع أن التزام المملكة باليد الممدودة نابع بوحدة الشعبين وتجاوز هذا الوضع المؤسف. وجدد ملك المغرب التمسك بالاتحاد المغاربي الذي لن يكون إلا بانخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة على حد قوله. وختمت الجريدة الجزائرية مقالها: الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994 وسط خلافات سياسية بينهما. وأبرز هذه الخلافات بشأن ملف الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وحتى الساعة لم تعقب الجزائر على حديث الملك محمد السادس.